وكل صورة من دول هتشوفها في وراها قصة مرعبة. خلينا نبتدي بأول قصة. في سنة 1954 كان في مصور شغال في جريدة كبيرة، وكان اسم المصور جون، والراجل ده كان ساكن قريب من الشط. وفي يوم وهو في بيته سمع صوت صراخ جامد، فتوقع ان في كارثة حصلت. قام جري وجاب الكاميرا بتاعته وخرج يجري على الشط علشان يصور اي حاجة يطلع بيها بخبر للجريدة. وفعلا قدر يصور الصورة دي، لكن عرف ان سبب الصراخ كان علشان طفل عنده 2 سنين كان بيلعب لوحده جنب البحر، وفجأة الموج خطفه. المرعب لحد دلوقتي ان محدش عارف الطفل ده راح فين ولا لقيوا جثته، واختفى للأبد. دي صورة لمجموعة طلبة في مدرسة ثانوية، ولو شفتها لأول مرة هتقول عادية جدا، لحد ما تقرب فوق كده شوية هتلاقي شاب اسمه هيريك هاريس هو واصحابه كلهم باصين للكاميرا وكأنهم ماسكين مسدسات وبيضحكوا. بعد الصورة دي بأسابيع قليلة إيريك واصحابه عملوا حاجة مرعبة، دخلوا المدرسة وفتحوا النار على زمايلهم وقتلوا 12 طالب ومدرس، وبقت الصورة دي من أكتر الصور المرعبة. والصورة دي في حفلة كبيرة من مالها ليلي، الناس مبسوطة وبتضحك ومفيش أي حاجة تقول إن في كارثة هتحصل. بس بعد الصورة دي بدقايق حصلت المصيبة. الألعاب النارية ولعت في المكان كله، والملهى اتحول لجحيم، وأكتر من 100 شخص ماتوا محروقين قدام بعض، والدخان غطى المكان كله في ثواني. تفتكروا إن الصور دي كانت مجرد صور عادية ولا تحذير إن اللي جاي ممكن يكون أسوأ؟ جون إدوارد كان عنده 26 سنة، وكان متجوز واحدة اسمها إيميليا، وكانوا عايشين في ولاية فيرجينيا، ومعاهم بنت صغيرة اسمها ليزي. وكمان إيميليا كانت لسه حامل في الشهور الأولى. في نوفمبر سنة 2009 جون قرر يزور عيلته بمناسبة عيد الشكر، وفعلا سافر هو ومراته وبنته. ومن عادات عيلتهم الغريبة إنهم بيحبوا يستكشفوا الكهوف، فالمرة دي قرروا إن هم يخلوها مختلفة شوية، لأنهم تقريبا كانوا استكشفوا كل الكهوف اللي حواليهم. فاختاروا كهف اسمه نتاباتي، وحوالي الساعة 8 وصلوا للكهف، وقرروا ان هم يتقسموا لمجموعتين، وكل مجموعة دخلت من مدخل مختلف. وجون ومجموعته اختاروا المدخل الأصعب، وكل ما كانوا بيتعمقوا أكتر المكان كان بيضيق عليهم أكتر وأكتر. والغريب ان هم كانوا مستمتعين رغم الخطورة اللي هم فيها، لحد ما وصلوا للمكان الأضيق في الكهف، واضطروا ان هم يرجعوا علشان يشوفوا مدخل تاني. لكن وهم راجعين حصلت الكارثة. جون اتحشر، ما بقاش عارف يطلع، راسه بقت تحت ورجله بقت فوق، فاستنجد باخوه علشان يساعده ويطلعه من الأزمة اللي هو فيها. بس كل محاولاته فشلت، فالمجموعة خرجت علشان تطلب المساعدة. لكن المشكلة علشان يطلعوا خدوا حوالي 3 ساعات، وأول ما خرجوا بسرعة طلبوا فريق الإنقاذ. بس حتى فريق الإنقاذ لما جه ما كانش عارف يعمل إيه، لأن وضع جون كان صعب جدا، لأنه متشقلب في مكان معقد، وكمان الوقت كان ضدهم، لأن جون هيفقد حياته في خلال ساعات لو ما طلعوهوش. جربوا ان هم يحفروا حواليه علشان يقدروا يطلعوه، بس الخطة بتاعتهم فشلت. بعد كده ربطوه بحبل من رجليه وحاولوا ان هم يشدوه، برغم كل شدة كانت بتسبب لجون ألم، بس كان بيستحمل على أمل اللي هو يطلع. بس الشيء المحزن ان الحبل اتقطع، وكمان جون نزل لتحت واتحشر اكتر. واستمروا في محاولة انقاذه لمدة 27 ساعة، لحد ما واحد من الفريق الطبي نزل علشان يطمن عليه، فاكتشف ان هو خلاص فارق الحياة، وكان لسه محشور. الصدمة الأكبر إن هم ما قدروش يطلعوا جثته، وقالوا لعيلته إن هو مستحيل يخرجوه من جوه، والعيلة اضطروا إن هم يوافقوا إن جثته تفضل جوه، وتحول الكهف المقبرة لجون. في سنة 2004 حصلت قصة غريبة في صحراء أمريكا لواحد اسمه إيروان، كان بيتسلق الحبل لوحده، وفجأة الحبل بتاعه اتقطع ووقع في مكان، ووقعت عليه صخرة وزنها نص طن، وقعت على دراعه وثبتته في الجبل لمدة 127 ساعة، لا أكل ولا شرب ولا حتى حد بيسمعه. قطع إيديه بسكينة صغيرة علشان يهرب من الموت. الغريب إن القصة بقت مصدر إلهام لكتاب وأفلام كتير. أوقات ممكن يكون قرار صعب طوق نجاتك من عذاب كبير. وهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة وترشحوا لي فيديوهات تانية ممكن أعملها، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم تتفرجوا عليها. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.